خليني أبدأ بسؤال يا عزيزي، لو صحيت بكرة ولقيت حياتك كلها اتفتحت قدام الناس ما تعرفهمش، صورك، فلوسك، رسائلك، مكانك، حتى هويتك، مين الغلطان؟ الهاكر ولا الشركة ولا المهندس ولا النظام؟ ولا يمكن ولا واحد فيهم لوحده؟ السؤال ده مش تخويف ولا سيناريو فيلم ولا مبالغة حتى، السؤال ده هو قلب مادة اسمها سايبر سيكيورتي لو اند ايثكس، الأمن السيبراني بين القانون والأخلاق. وحكايتنا النهارده مش عن كود ولا برامج ولا ادوات، حكايتنا عن بشر وقرارات اثرت فيهم. خلينا نرجع خطوه لورا يا عزيزي. زمان اللي كان عايز يأذيك كان لازم يقرب منك، يبص في وشك ويمد ايده. دلوقتي ممكن يعمل كده وهو قاعد في قاره تانية من غير ما تحس. فلوس، صحة، تعليم، شغل، سمعة، ذكريات، كل ده اتحول لحاجة اسمها ممتلكات رقمية ديجيتال اسيتس. يعني حاجات ليها قيمة بس موجودة جوه سيستم. من هنا دخلنا عالم الأمن السيبراني سايبر سيكيورتي. الأمن السيبراني يا عزيزي مش أنتي فيروس ولا فايرول ولا برنامج تسطبه وترتاح. الأمن السيبراني منظومة كاملة، سياسات يعني قواعد واضحة، مين يعمل إيه مين ما يعملش إيه، إجراءات يعني خطوات تتعمل قبل وأثناء وبعد أي مشكلة، تقنيات يعني أدوات بتساعد مش بس هي الأساس. المنظومة دي هدفها تحمي الأنظمة والشبكات والبيانات من الهجمات والدخول غير مصرح بيه. يعني حضرتك ما تكونش قاعد في البيت بتاعك واحد يفتح عليك باب الشقة ويخش السلام عليكم. الثلاجة فيها ميه. ويحميك من التلاعب والتدمير. يعني ببساطة الأمن السيبراني محاولة تحمي حياتنا الرقمية زي ما بنحمي بيتنا كده بالباب والمفتاح. بس أول ما الحاجة تبقى مهمة وأول ما يبقى ليها قيمة لازم حد يحط قواعد. وهنا دخل بقى يا عزيزي القانون. خليني أحكي لك حكاية. كان في ملك عنده قصر كبير، القصر ده مليان اوض كتير جدا فيها ذهب واسرار وخرايط وخطط. الملك قال اقفلوا الابواب، والابواب اتقفلت بس ما قالش مين يدخل فين ومين يمنع مين ومين يتحاسب لو حاجه ضاعت. وفي ليله القصر اتسرق. الملك قال مين غلطان، بس الحقيقه ما كانش فيه اجابه. ليه؟ لان ما كانش فيه قانون. ومن هنا نفهم معنى قانون الامن السيبراني سايبر سيكيورتي لو. القانون هنا بينظم استخدام التكنولوجيا، بيحمي البيانات، بيحدد الجرائم الإلكترونية، بيوزع المسؤوليات. القانون بيسأل مين كان عنده صلاحية، مين قصر، مين يتحاسب. بس المشكلة الكبيرة إن القانون دايما بيجي بعد الكارثة. التكنولوجيا تجري والقانون يجري وراها. يعني يا عزيزي لو عندك باتمان، هل باتمان بيروح يوصل قبل ما الجريمة تحصل؟ لا طبعا، الجريمة لازم تحصل، عشان كده باتمان بيبقى موجود. وساعتها تظهر أفعال قانونية لكنها مؤذية. وهنا يطلع سؤال أخطر بكتير يا عزيزي. حتى لو مفيش قانون، هل اللي حصل ده صح؟ وهنا دخلت الأخلاق، أخلاقيات الأمن السيبراني سايبر سيكيورتي إيثكس. الأخلاق مش وعظ ولا كلام جميل، الأخلاق أداة قرار. بتسأل هل القرار ده عادل؟ هل بيحترم الإنسان؟ هل الضرر مبرر؟ هل في بديل أقل أذى؟ القانون بيقول مسموح، الأخلاق تقول استنى معايا. خليني أوريك يعني إيه ضرر أخلاقي بجد يا عزيزي. تخيل رائد فضاء في محطة فضاء معتمد على نظام واحد بيتحكم في الأكسجين والحرارة والضغط. المهندس شاف التحذير صغير بق بسيط وقال نعديها. نظام اشتغل بس الأكسجين قل والخطر بقى حقيقي يا عزيزي. القانون اتكسر؟ يمكن لأ، بس اللي حصل ده اسمه ضرر أخلاقي مؤثر ethically significant harm. ضرر كبير حقيقي طويل المدى ومش بيتصلح بسهولة. مش كل بج مشكلة يا عزيزي، بس بعض البجز جريمة أخلاقية. بعد كل ده وقبل ما تفكر في هجوم أو اختراق، في سؤال أبسط بس أخطر. السيستم أصلا بيتعامل معاك على إنك مين؟ إزاي بيفرق بينك وبين حد بيحاول يبقى أنت؟ لو افترضنا إنه صدقك، مين قال إن مسموح لك تعمل كل حاجة؟ من هنا الحكاية بتقرب من الشخص مش من النظام. والنقطة دي هي بداية كل مشاكل الأمن تقريبا. بعد كل اللي فات في سؤال بسيط جدا بس خطير جدا. ازاي السيستم يعرف ان اللي قدامه هو فعلا انت، مش حد تاني، مش واحد بيقلدك، مش حد سرق بياناتك؟ السؤال ده هو بداية جزء مهم في الأمن السيبراني، والإجابة عليه لازم نفهم حاجتين مختلفين. خلينا نفرق بين حاجتين الناس دايما بتغلط بينهم: انت مين ومسموح لك تعمل ايه. السؤالين شبه بعض بس الفرق ما بينهم هو اللي بيهد السيستم أو يحميه. واول فرق فيهم بيبدا من هنا. اثبات الهويه سنتيكيشن. اثبات الهويه يعني السيستم يتاكد ان الشخص اللي قدامه هو الشخص الصح. يعني قبل ما تدخل، قبل ما تشوف، قبل ما تعمل اي حاجه، السيستم لازم يسالك انت مين. والاجابه مش راي، الاجابه دليل، وعشان نجاوب لازم نقدم دليل. الدليل ده مش اسمك ولا صورتك ولا كلامك، الدليل ده حاجه تثبت انك صاحب الحق. والدليل ده ليه اكتر من شكل. الدليل ده غالبا بيكون واحد من التلاته: حاجه انت عارفها زي كلمه السر، حاجه معاك زي كارت او موبايل، او حاجه انت في جسمك نفسه زي بصمه او وشك، او حتى قرنية العين. السيستم مش بيفكر زي بني آدم، هو ميعرفش انت طيب ولا وحش، هو يعرف الدليل صح ولا غلط. بس حتى لو الدليل طلع صح القصة ما بتخلص هنا. تحديد الصلاحيات authorization، بعد ما السيستم عرف ان انت ميفتحش الدنيا كلها، يطلع سؤال تاني: مسموح لك تعمل ايه؟ يعني انت دخلت، بس هل ينفع تشوف كل حاجة؟ هل ينفع تعدل؟ هل ينفع تمسح؟ ولا ليك حدود؟ وده الفرق اللي ناس كتير بتغلط فيه. اثبات الهوية يفتح الباب، تحديد الصلاحيات يحدد تمشي فين جوه المكان. كتير من المشاكل ما بتحصلش عشان حد دخل غلط، بتحصل عشان حد دخل صح بس تساب له صلاحيات اكتر من اللي محتاجها. واشهر نقطة ضعف بتيجي بعد كده مباشرة: كلمات السر باسوردز.
اكتر وسيله استخدمناها وما زلنا بنستخدمها لغايه الوقت ده. فكرتها بسيطه، حاجه انت عارفها والسيستم ما يكونش عارفها، بس البساطه دي هي المشكله مش في الفكره، المشكله في الاختيار. ناس كتير بتختار كلمات سر سهله عشان ما تنساش، اسم، تاريخ، رقم، ارقام متكرره كده، السيستم شكله مقفول بس في الحقيقه بابه ضعيف. عشان كده اي نظام محترم ما يسيبش الموضوع ده للمستخدم. حط قواعد، كلمه السر لازم تبقى طويله ومتغيره وما تتكررش وما تفضلش للابد، مش عشان يعقد الدنيا لكن عشان يقلل الغلط البشري. لو الغلط البشري اتكرر هنا تظهر مشكله اخطر. المحاولات المتكرره، لو حد جرب كلمه السر مره واثنين وعشرة ومفيش حد وقفه، يبقى المشكله يا عزيزي مش في اللي بيحاول، المشكله في السيستم الصح بيحط حد للمحاولات ويوقف اللعب قبل ما الصدفه تبقى وسيله دخول. ولما كلمه السر لوحدها ما تبقاش كفايه، يجي دور المالتي فاكتور اوثنتيكيشن عشان نقلل المخاطر. ما نعتمدش على دليل واحد، يعني حتى لو كلمه السر اتعرفت في حاجه تانية تحميك، كود يوصل على الموبايل او تطبيق تاكيد او بصمه كده، لو حاجه وقعت التانية تفضل واقفه سندها. وده بقى بالشفافيه خصوصا في الفلوس والحسابات والبيانات. لكن في حل تاني الناس شايفاه مريح ومخيف في نفس الوقت، هو البايومتريكس. في لحظة قررنا نخلي جسم الإنسان نفسه هو وسيلة الدخول، سواء ببصمة أو وش أو عين. الفكرة مغرية، مش هتنسى، مش هتكتب، مش هتتلخبط. بصراحة دي ليها تمن، بس ليها خطورة. كلمة السر لو اتسرقت تتغير، إنما البصمة لو اتاخدت مش هتتغير. وعشان كده لازم نفرق بين الهارد بايومتريكس والسوفت بايومتريكس. الهارد بايومتريكس حاجات ثابتة جسمك ما بيغيرش فيها، زي البصمة والعين ملامح الوش، دي اخطر لانها لو اتسرقت خلاص. سوفت بايومتريكس حاجات سلوكك بيأثر فيها، طريقه الكتابه، طريقه المشي، طريقه استخدامك للجهاز، ده اقل خطر لانها بتتغير ومش ثابته طول الوقت. في الاخر كل الخطوط بترجع لنقطه واحده. الخلاصه، لو اثبات الهويه اتعمل غلط اي حاجه بعده هتنهار، ولو الصلاحيات اتثابت واسعه الناس الصح ممكن تبوظ. وكلمه السر لو اتاخدت باستخفاف تبقى باب مفتوح. بايومتريكس لو استخدمت من غير وعي ممكن تحول من امان لخطر. بعد ما فهمنا ازاي السيستم يعرفك وازاي يقرر مسموح لك تعمل ايه، في جهاز واحد قلب المعادله كلها. جهاز مش محتاج تفتح لابتوب ولا تبقى قاعد حتى على مكتب، جهاز مش معاك في جيبك، في ايدك، في سريرك، في حياتك. الجهاز ده هو الموبايل مش مجرد وسيله اتصال، هو هويتك، فلوسك، شغلك، صورك، مكانك، تاريخك، كله متجمع كله في حته واحده. لو حد مسك موبايلك مش محتاج يعرف اسمك حتى، هو كده مسك. زمان ضياع الموبايل كان خساره جهاز، دلوقتي ضياع الموبايل ممكن يبقى خساره حياه كامله، لان الموبايل بقى مفتاح لكل حاجه تانية، ميل، بنك، سوشيال، شغل، انظمه تانية واجهزه تانية. وهنا بقى هدف اساسي مش ثانوي. اكتر غلطه الناس بتعملها انها فاكره ان خطر الموبايل جاي من اختراق معقد، حقيقه ان اغلب المشاكل جايه من استخدام عادي جدا. نبدا بابسط نقطه واخطر نقطه، التطبيقات. كل تطبيق بيطلب صلاحيات، شوف موقعك، تدخل على صورك، تستخدم الكاميرا، تسجل الصوت، تشوف الكونتاكتس. وفي اغلب الوقت المستخدم بيوافق، مش لانه فاهم، لانه عايز التطبيق يشتغل. كده انت ما اتسرقتش، انت اللي فتحت الباب بنفسك. المشكله هنا يا عزيزي مش في التطبيق بس، المشكله في غياب السؤال، هو محتاج الصلاحيات دي ليه ما بنقراش الصلاحيات دي كويس. النقطه الثانيه اخطر شويه، ربط الموبايل بهويتك. الموبايل بقى وسيله اثبات هويه، رساله، كود، مكالمه، تاكيد دخول، تحويل فلوس، كل ده بقى مربوط برقم واحد وشريحه واحده. لو حد قدر يسيطر على الرقم القصه كلها تقع. وده دخلنا في واحده من اخطر الحلو وابسطها، تبديل الشريحه. في ناس ما بتخترقش السيستم ولا تكسر تشفير، كل اللي بتعمله انها تقنع شركه اتصالات انها صاحبه الخط، شريحه تتبدل والكود يوصل لشخص تاني اصلا. وده كله عن طريق ان هو اخترق الايميل بتاعك بسبب ان الباسورد بتاعك ضايع، او اديت صلاحيات لابلكيشن المفروض ما تدوش الصلاحيات دي، وفجاه حساباتك بتتقفل وتتفتح من غير ما تعمل حاجه. الغلط هنا مش بس على المجرم، الغلط على نظام ربط الهويه بحاجه سهله تتاخد. ناس كتير بتطمن عشان الموبايل عليه بصمه او وش، بس البصمه لوحدها مش امان كامل، لان لو حد فتح الموبايل خلاص كل اللي وراه مفتوح. عشان كده امان الموبايل مش وسيله واحده، هو قفل كويس، تحديثات، صلاحيات متراجعه، وعي. في نقطه تانية ناس بتغفلها، التحديثات. ناس كتير بتاجل التحديثات عشان مش فاضي، بس التحديث بالشكل جديد، تحديث غالبا قفل ثغره. يعني مع كل تحديث بينزل يا عزيزي بينزل مع قفل ثغره جديد يقدر يامن السيستم بتاعك والنظام. يعني تاجيل التحديث تاجيل قفل باب مفتوح. كمان الشبكات، واي واي فاي مفتوح في كافيه، مول، في مكان عام، الموبايل يتوصل من غير تفكير، في نفس اللحظه البيانات بتعدي في طريق مش مضمون. مش كل شبكه عامه خطر، بس كل شبكه محتاجه حذر يا عزيزي. هنا نرجع تاني لنقطه مهمه، الموبايل مش جهاز تقني بس، الموبايل قرار انك توافق او ترفض او تحدث او تاجل او تامن او تسيب، واي قرار بسيط فيه ممكن يبقى له اثر كبير عليك يا عزيزي. خلاص هنا واضحه، الموبايل اكتر جهاز بيجمع هويه ومكان وبيانات وصلاحيات عنك، واي غلطه فيه مش بتاذي جهاز، بتاذي شخص. علشان كده امن الموبايل مش رفاهيه ولا اختيار، ده اساس في اي نظام بيحترم الانسان. عشان كده لازم ناخد بالنا من كل الغلطات وناخد بالنا من كل الصلاحيات، ونقدر نختار بالظبط ايه الصلاحيات اللي ممكن نقبلها وما نفوتش التحديثات. ومن هنا نطلع خطوه ابعد، لان البيانات والهويات والموبايلات كلها في الاخر بتدخل على عالم واحد، الفلوس والنصب والاحتيال. ده اللي جاي بعد كده. بعد كل اللي فات بقى واضح ان البيانات والهويه والموبايل مش لوحدهم، كلهم بيصبوا في حته واحده. الناس بتخاف عليها اكتر من اي حاجه، وهي الفلوس. زمان النصب كان محتاج مواجهه، حد يقف قدامك يحاول يقنعك وانت شايفه وسامعه وممكن تشك فيه. دلوقتي النصب ممكن يحصل وانت قاعد في مكانك من غير ما تشوف حد. ليه؟ لان النصاب ما بقاش محتاج يقرب منك، هو محتاج معلومه وثقه ولحظه تصرف. خلينا نسمي الحاجه باسمها، اللي بيحصل ده اسمه احتيال مالي، فاينانشال فرود. مش اختراق، مش كسر سيستم ولا عبقريه تقنيه، اغلب الحياه هو لعب على الانسان مش على الجهاز. اشهر طريقه وابسطها هي الخداع، حد يبعت رساله شكلها رسمي، بنك، شركه، مصلحه، شخص تعرفه، رساله تقول في مشكله
مشكله في حسابك لازم تتحل فورا. فورا دي بقى يا عزيزي هي المفتاح. لما الانسان يستعجل العقل يركن، ولو دوست دخلت كتبت بعت الخساره بتحصل وانت فاكر انك بتصلح. في نوع تاني اذكى شويه، مش بيخوفك، بيطمنك. عرض مكسب، فرصه، استثمار، عائد كبير في وقت قصير. الكلام دايما حلو، شكله حلو، وارقام مغريه وقصص ناس كسبت، بس الحقيقه ان الفلوس مش بتدخل، هي بتطلع. في نوع ما بيطلبش فلوس مباشره، يطلب معلومه، اسم، رقم، صوره بطاقه، كود توصلك رساله، واللي ياخد بيكمل بيه باقي اللعبه. مش كل سرقه فلوسها مباشره، في سرقات بتبدا بهويه. وهنا نرجع للموبايل التاني. كتير من عمليات الاحتيال بتعتمد على الموبايل كوسيله وصول، رساله، مكالمه، لينك، تطبيق مزيف، كلها طرق توصلك من غير ما تكسر ولا حاجه. في نوع اخطر بيستغل الثقه الاجتماعيه، حد يكلمك باسم شخص تعرفه، صديق، قريب، مدير، زميل في الشغل، نفس الاسلوب، نفس اللغه، نفس الطريقه، وانت تتعامل بثقه لانك فاكر الشخص، بس الحقيقه ان اللي قدامك مش هو. اللي بيخلي الحاجات دي تنجح مش غباء الناس، اللي بيخليها تنجح انها بتلعب على الاستعجال والخوف والطمع والثقه، حاجات انسانيه مش تقنيه. وهنا السؤال المهم، مين المسؤول؟ هل الشخص اللي اتنصب عليه، ولا السيستم اللي سهل اللعب فيه، ولا الشركات اللي ما حطتش حمايه كافيه، ولا القانون اللي بيلحق بعد ما الفلوس تروح؟ الاحتيال المالي الخط الفاصل بين الخطا والجريمه رفيع جدا. في حاجات تبان سذاجه بس هي نتيجه نظام بيحمي الناس، في حاجات جريمه صريحه حتى لو حصلت من غير اختراع. علشان كده مكافحه الاحتيال مش مسؤوليه فرد ولا نصيحه ولا بوست توعيه، دي منظومه وعي ونظم وتحقيق ومحاسبه. خلاص هنا مش كل اللي يخسر فلوس كان مهمل، ومش كل اللي كسب كان ذكي. كتير من الخساره بتيجي من ثغرات في الثقه مش في الكود. وهنا نطلع خطوه كمان، ان عالم الفلوس فيه مش ورق ولا بنك ولا حساب تقليدي، عالم بيشتغل من غير وسيط، من غير بنك، من غير زرار الغاء، عالم اسمه البلوك تشين. بعد ما شفنا ازاي الفلوس بتتسرق وازاي الثقه بتتلعب بيها وازاي الانسان بيبقى اضعف نقطه، طلع سؤال جديد، طب هو ينفع نعمل نظام فلوس من غير بنك، من غير وسيط، من غير حد نرجع له لو حصلت مشكله؟ هنا دخلنا عالم مختلف تماما. العالم ده اسمه البلوك تشين. البلوك تشين مش عمله ومش برنامج ومش فكره سحريه، هي ببساطه دفتر حسابات، بس مش عند شخص واحد، دفتر متوزع على ناس كتير، كل عمليه بتتكتب وكل الناس بتشوفها ومحدش يقدر يمسحها ويعدل لها لوحده. فكره مغريه جدا، شفافيه وعدم تحكم ومفيش وسيط، بس زي اي فكره لما تطلع من الورق وتنزل الواقع تطلع مشاكل. علشان نفهم المشاكل لازم نفهم مين اللي ماسك الدفتر ده. ماسكينه اسمهم الماينرز. الماينرز مش ناس طيبين ولا وحشين، دول ناس شغل اجهزه علشان تحقق من العمليات وتضيفها للدفتر. تحقق ده بيحصل بطريقتين مشهورين. اول طريقه اسمها بروف اوف وورك، يعني اللي يحل مساله حسابيه صعبه هو اللي يكتب السطر الجديد. المشكله هنا ان القوه بتبقى اللي عنده اجهزه اقوى، كهرباء اكتر وفلوس اكتر. الطريقه الثانيه اسمها بروف اوف ستيك، يعني اللي حاطط فلوس اكتر في النظام بيبقى ليه صوت وتاثير اكتر. فكره اقل استهلاك بس برضه بتخلق تركيز قوه. وهنا يطلع اخطر سؤال، طب لو مجموعه سيطرت على اكتر من نص القوه، سواء قوه حساب او قوه فلوس، ده اسمه هجوم 51% او اتاك 51%، يعني غالبيه تقدر توافق وترفض وتعدي وتمنع براحتها. ساعتها الدفتر ما بقاش عادل حتى لو شكله شفاف. ومن هنا نفهم ان البلوك تشين مش محصن ضد البشر، هو بس نقل الثقه من بنك لنظام، ولو النظام اتسيطر عليه نتيجه واحده. طب لو ما فيش بشر بيعدلوا يبقى مين بينفذ القواعد؟ هنا دخلنا حاجه اسمها سمارت كونتراكت. سمارت كونتراكتس هو عقد بيتنفذ لوحده من غير تدخل انسان، يعني لو حصل كذا اعمل كذا، من غير تراجع ولا تفكير ولا استثناء. ميزه سرعه ودقه ومفيش لعب، المشكله مفيش رحمه. ولو العقد مكتوب غلط العقد بيتنفذ زي الصح، ولو حصل ظرف مش متوقع العقد ما بيتفهمش. وهنا القانون بيقف حائر، مين يتحاسب؟ المبرمج ولا المستخدم ولا الشبكه ولا مفيش حد؟ مع العقود طلع موضوع تاني شد الناس قوي، النون فانجبل توكن. ناس شافت فيها ملكيه وفن وفرصه ربح، وناس شافت فيها فقاعه وخداع وتضليل. القانون هنا لسه بيحاول يفهم هل ده اصل ولا مجرد رمز، ولو اتسرق مين يعوض؟ وسط كل ده في فئه حساسه جدا، الطفل يقدر يشتري النون فانجبل توكن او يدخل نظام ما يفهمش مخاطره. مين المسؤول، هو ولا المنصه ولا الاهل؟ بلوك تشين ما بيسالش عن سنك بس القانون لازم يسال. وهنا نرجع تاني للنقطه الاساسيه، التكنولوجيا مش بديل عن القانون ولا عن الاخلاق، هي اداه، ولو الاداه اتثابت من غير ضوابط تتحول من حريه لفوضى. خلاص هنا البلوك تشين وعد مش ضمان، والسمارت كونتراكت تنفيذ مش عقد. من غير قانون واخلاق حتى اقوى نظام ممكن يتحول لاداه ظلم. وهنا نقرب من اخر محطه، مش نظام ولا جهاز ولا فلوس، لكن ازاي نقرر صح ولا غلط في عالم كل حاجه فيه ممكنه. وده موضوع الاطار الاخلاقي واللي هيقفل الحكايه كلها. بعد كل اللي شفناه من قوانين وانظمه وموبايل وفلوس وبلوك تشين وعقود بتتنفذ لوحدها، يبقى السؤال الاخير والاصعب، نقرر ازاي ان اللي بنعمله صح ولا غلط قانونيا بس لكن انسانيا. وهنا ندخل اخر محطه في الحكايه، الامن السيبراني. مفيش زرار مكتوب عليه الصح، في قرارات بتتاخد تحت ضغط وتحت وقت وتحت مصالح. علشان كده المنهج بيقدم اطر اخلاقيه تساعدنا نفكر مش نختار نيابه عننا. اول اطار اسمه اخلاقيات الفضيله، فيرتشو اسكس. الاطار ده مش بيسال ايه النتيجه، بيسال انت نوعك ايه كبني آدم. يعني هل القرار ده يطلع من شخص عادل امين مسؤول مش ينفع ولا ما ينفعش، لكن يناسب شخص محترم ولا لا. الاطار ده يركز على الضمير والسلوك وطريقه التفكير. الاطار الثاني اسمه يوتيليتيريان اسكس. هنا السؤال مختلف، القرار ده هيفيد اكبر عدد ولا هيأذي اكبر عدد؟ يعني لو في ضرر بس ضرر اقل مقابل منفعه اكبر هل نقبله؟ الاطار ده شائع جدا في الشركات والسياسات والانظمه الكبيره، بس مشكلته انه ممكن يبرر ظلم لو الاغلبيه مبسوط. الاطار الثالث معانا اسمه ديونتولوجيكال اسكس. الاطار ده صارم، بيقول فيه مبادئ ما تكسرش مهما كانت النتيجه، زي ما تكذبش، ما تتجسس، ما تنتهكش خصوصيه حد حتى لو النتيجه كانت احسن او اسرع او ارخص. هنا الفعل نفسه هو الاساس مش النتيجه، ولو اطار فيهم لوحده كفايه القرار الصح غالبا بيحتاج موازنه. شوف نوع الانسان والنتيجه والمبدا مع بعض، وده بالظبط جوهر ماده سايبر سيكيورتي
سكيورتي لو اند اسكس، مش انك تبقى اشطر واحد ولا اسرع واحد ولا اذكى واحد، لكن انك تبقى واحد فاهم ان ورا كل سيستم انسان، ورا كل قرار اثر. خلينا نرجع لاول سؤال بدانا بيه يا عزيزي. لو صحيت بكره ولقيت حياتك كلها اتفتحت قدام ناس ما تعرفهمش، مين الغلطان؟ هاكر ولا الشركه ولا المهندس ولا النظام؟ الاجابه الحقيقيه ولا واحد لوحده، مسؤوليه موزعه، قانون يحط حدود، اخلاق توجه القرار، وتكنولوجيا تنفذ. لو واحده فيهم وقعت الباقي يقع وراها. الامن السيبراني مش شغل شاشات ولا كود ولا ادوات، الامن السيبراني شغل ضمير، قرار يا اما يحمي الانسان يا اما يأذيه. وده الفرق بين مهندس بيبيع مهاراته وبين مهندس فاهم خطوره اللي في ايده. ودي كانت حكايه الامن السيبراني بين القانون والاخلاق، مش من جوه الكود لكن من جوه العقل والقلب. اشوفك في الفيديو اللي جاي يا عزيزي.